سيبِك بقى من الطرق العادية للجلاش الحلو، هنعمل النهارده أحلى جلاش عامل كده زي البقلاوة والله وأحلى كمان، من غير ما نعجن ولا نفرد، هنطلّع شوية بقلاوة من الجلاش سهلة وسريعة وزي العسل، طريقة جديدة وحصرية وما شُفتهاش عند حد وأنا واثقة إن هي هتعجبكم، تابعوا الفيديو للآخر عشان بجد هيستاهلوا، اشتركوا في القناة لو أنتم لسه مش مشتركين. طبعًا أول حاجة بنعملها وفي الحلويات الشرقية لازم نعمل الأول الشربات، معايا كوبايتين ونُص من السكر، ومعايا هنا كوباية ونُص من المَيّة، هابتدي إن أنا أرفعهم على النار، بس قبل ما أرفعهم كده أنا باحب إن أنا أحط كلّه على بعضه. باحط كده هنا الفانيليا لو عندِك فانيليا سايلة ما فيش أي مشكلة، وباحط كمان نُص ليمونة، يعني باحط كلّه على بعضه كده وبعدين بارفعه على النار، ما تحركيهوش خالص عشان السكر ما يرفعش على الجوانب بتاعة الطاسة، ويبتدي بعد كده إن هو يسكّر معاكِ لمّا يبرد، بعد كده لمّا يغلي ابتدي بقى إن أنتِ حرّكيه ونزّلي الجوانب كده عشان لو فيها سكر لازق أو في القعر لازم تحرّكيها كده وتسيبيه 7 دقايق على النار، وبعد كده تطفي عليه وتسيبيه يبرد خالص علشان نسقي بيه الحلويات بتاعتنا وهو بارد خالص. تمام كده، نبتدي بقى إن إحنا نعمل الجلاش بتاعنا، باجيب هنا لفة من الجلاش أو على حسب أعداد أسرتِك بقى طبعًا. فأنا بابتدي إن أنا أجيب اللفة، يعني الواحدة كده من الجلاش بتاعتي بابتدي إن أنا أقسمها على نُصّين. أول طبقة كده بابتدي إن أنا أجيب بالفرشة وأسيّح سمنة كده نُص كوباية من السمنة، وابتدي إن أنا يعني مسحة بسيطة كده من الفرشة، ما تزوّديش سمنة عشان طبعًا ما ياخدش سمنة معاكِ كتير، وهتبتدي إن أنتِ تحطّي عليها طبقة كمان، أنا باعمل كده يعني 4 طبقات من الجلاش. ولازم بقى وأنتِ بتعملي الجلاش بتاعِك لازم بين كل طبقة والتانية لازم تمسحي مسحة بسيطة كده بالفرشة سمنة، السمنة طبعًا لازم تكوني مسيّحاها حاجة بسيطة على النار كده عشان لو هي جامدة هتاخد معاكِ الجلاش ياخد معاكِ سمنة كتير، فأنتِ لازم تكوني مسيّحاها بفرشة بسيطة كده وتعملي إيه، تورّقي بقى الجلاش بتاعِك عشان يطلع مورّق كده وزي العسل لمّا يطلع معاكِ من الفرن تيجي تاكلي لوحدها كده تبقى مورّقة معاكِ ما تبقاش مكتومة. بُصّوا أنا تقريبًا حطيت هنا 4 ورقات أو ممكن تحطّي 5 بتعطيكِ طبقات حلوة برضه في الآخر لمّا تيجي تاكلي البقلاوة بتاعتِك كده بتعطيكِ طبقات معاكِ. بس كده، بابتدي بقى إن أنا أجيب الحشوة وهي هنا سوداني مكسّراه قطع صغنّنة كده، وبابتدي إن أنا أجيب هنا جوزة الهند برضه تكون ناعمة، وهنا كان معايا كنافة محمّرة كنت عملتها معاكم قبل كده، فكان فاضل فيها شوية فحطيتها في الفريزر، فحطيتها في الحشوة بتاعتي النهارده، حشوة الجلاش، يعني كل حاجة بتنفع طبعًا مش بتترمي. بنقلّب بقى كلّه مع بعضه كده، وابتدي بقى إن أنا أحط بقى على الجلاش بتاعي بالشكل ده. بُصّوا، بابتدي أحط الحشوة كده نُص الحشوة على الجلاش بتاعي، بافردها كويس كده وابتدي بقى إن أنا ألفّها رول، بُصّوا بس طبعًا بعد ما أفردها كده، طبعًا لو أنتِ مش عايزة إن المكسرات بتاعتِك إن هي يعني لمّا نيجي نلفّها ما تتكبّش منِّك أو تُقع معاكِ كده، حُطّي على المكسرات دي حبّة من العسل، يعني شوية من العسل أو الشربات اللي إحنا عملناه، العسل فايدته إن هو بيمسك معاكِ المكسرات ما بتقعش معاكِ وأنتِ بتلفّيها، نبتدي بقى إن إحنا نلفّها رول بالشكل ده، بنلِف على بعضه كده. وبعد كده هنمسح مسحة بسيطة كده من السمنة عشان الحتة المفتوحة دي تلزق في التانية، بصوا بالشكل ده، وابتدي بقى ان انا اجيب السكينة واقطعها بالشكل ده، بقطعها كده يعني زي عقلة صباع، بس بصوا انا هوريكم دلوقتي هعمل ايه، وتقيسي عليها بالشكل ده. بس انا في الاخر قطعتها قدامكم كده، بس على فكرة انا ايه، قطعت اللي انا الواحدة هي قطعتها على نصين بحيث ان اللي ياخد واحدة ياخدها على طول في بق واحد يعني ما يكسرش منها. انا حسيت كده انها هتبقى شكلها احلى، يعني اللي قدامكم دي اللي انا قطعتها دي هقسمها كل واحدة من دولت على 2. شايفة ما شاء الله عاملة طبقات ازاي، ولسه كمان لما تدخل الفرن وتطلع هتبقى مورقة كده وكلها طبقات على بعضها. بس باجيب الصينية بتاعتي وابتدي بقى ان انا ارصهم الرصة اللي انتوا هتشوفوها دي، ببتدي بقى ان انا اجيب الوحداية واعملها على الواقف كده، يعني مش بنيمها لا، بوقفها بالشكل ده وابتدي بقى ان انا ارصه كله، يعني اخلص كل الكمية بتاعتي علشان اسويها معاكم واوريكم شكلها. بصوا ببتدي ان انا ايه، الحرف اللي هو مفتوح ده باحطه جوّه، باخلّيه اللي جوّه كده مش باخلّيه لبرّه عشان يبقى يقفل معايا لوحدها كده ما تفتحش معاكِ في الفرن والحشو اللي فيها يتكب معاكِ. بُصّوا أنا يعني بازنّقها في ريح بعضها كده عشان إيه، تبقى مضبوطة ما تتكبّش منّي الحشوة بتاعتها، وزي ما قُلت لِك عشان لو الحشو ما يتكبّش منِّك حُطّي له معلقة كده من العسل تمسك الحشو في بعضه. بُصّوا بالطريقة دي، خلاص بقى كل الكمية بتاعتي وأورّيها لكم.
بُصّوا بقيت الجلاش بتاعي أنا عاملة النهارده يعني كمية بسيطة من الجلاش، مش عاملة اللفة كلّها، علشان إحنا من نوع من الناس اللي باحب أعمل الحلويات بُصّي على قد اليوم بتاعي بس، يعني مش باحب أبيّتها الصراحة، بالذات في رمضان، يعني إحنا بناكل حاجة بسيطة أوي كده من الحلويات، أنتِ بقى لو أعداد أسرتِك كتير، فأنتِ اعملي اللفة كلّها وكمّلي الصينية كلّها بتاعتِك. أنا مش هاكمّل الصينية بتاعتي كلّها، هاورّيكم دلوقتي أنا عملت قد إيه. بابتدي إن أنا أخلّص بقى كمية الجلاش بتاعتي وعايزة أقول لِك طبعًا لو أنتِ حابة تخلّي الطبقات أكتر من كده ما فيش أي مشكلة، هتعمل معاكِ لغاية 7 طبقات لو أنتِ عايزة تزوّدي في الطبقات بتاعتِك. بُصّوا، بابتدي بقى إن أنا أخلّص كده وأحُط عليها الحشوة وابتدي إن أنا ألفّها بالشكل ده. لو وصلتوا لغاية النقطة دي يا بنات ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعّلوا زر الجرس عشان كل ما أنزّل فيديو يوصل لكم إشعار بيه. ويا ريت تعملوا لايكات كتير على الفيديو بتاعنا النهارده وشير مع أصحابكم عشان يوصل للغير. بس بابتدي بقى إن أنا ألفها بالشكل ده وأعملها مسحة بسيطة من السمنة كده عشان إيه أعرف أقطعها. بس خلصت الكمية بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو عايزة بقى حابة تخلصي بقية الصينية بتاعتك وتكمليها كلها هتطلع معاكِ زي العسل، هي أصلًا طعمها تحفة والله العظيم بُصّي يعني هتحبي إن أنتِ تعمليها على طول وعايزة تخلّصي الصينية من حلاوتها. هابتدي بس إن أنا أحط عليها كده حبّة بسيطة من السمنة، وأكون مشغّلة الفرن بتاعي درجة حرارته عالية، وأبتدي إن أنا أحطه على الرف الوسطاني مش هاكون مشغّلة الشواية، لو حسيت إن هي عايزة الشواية شوية باحط لها باشغّل الشواية شوية، بس كده بتطلع معايا بالجمال ده، ما تزوّديش عليها في السِوَى عشان خاطر يعني المكسرات ما تتحرقش معاكِ. بس كده الشربات بتاعي بيكون بارد خالص، بابتدي بقى بالمعلقة كده عشان ما انزّلش منه كتير، بابتدي إن أنا إيه، أنزّل كده على كل الجلاش بتاعي علشان كلّه يتشرب من الشربات، وبس في نفس الوقت ما ياخدش شربات كتير ويبقى مسكّر معاكِ. عايزة أقول لِك هيطلع معاكِ مضبوط وطعمها يعني هتاكلي الواحدة عايزة أقول لِك هتاكلي كذا واحدة كده وأنتِ قاعدة. بُصّوا شكلها عامل إزاي، هاقدّمها بقى وأورّيها لكم. بُصّوا شكلها ما شاء الله حاجة كده بجد يا بنات والله عايزاكم تجرّبوها عشان بجد تحفة. عايزة أقول لكم إن هي بجد طعمها كده يعني هتاخدي الواحداية كده على طول مش تقطمي منها أو حاجة، هي قطمة واحدة بس كده وهتكون معاكِ حلوة أوي، مش هتهدّر معاكِ كتير كده عاملة زي البقلاوة هتاخدي منها واحداية ورا واحداية مش هتشبعي منها بجد. شايفين شكلها عامل إزاي؟ تحفة. ما تحاوليش إن أنتِ تحطّي زبيب في قلب الحشوة بتاعتِك عشان الزبيب ما يتحرقش معاكِ في الفرن، ماشي؟ فالحشوة دي حلوة أوي وهتعجبِك إن شاء الله. شايفين شكلها عامل إزاي؟ ولو عندِك أي مكسرات حابة إن أنتِ تحطّيها، حطّيها وما فيش أي مشكلة. بس أنا باعمل يعني الحاجة الاقتصادية المتوفرة عندنا في كل بيت. شايفين يا بنات شكلها عامل إزاي؟ تحفة. عايزة أقول لِك قومي جرّبيها بقى إن شاء الله على الفطار عشان بجد هتعجب كل اللي هيدوقها من إيدي، ولو حد جاي لِك يفطر معاكِ النهارده بجد هتعجبه أوي. وهيقول لِك طريقتها عاملة إزاي. بُصّوا شكلها عاملة إزاي، صغنونة كده ومورّقة من جوّه، وعايزة أقول لِك كده على قد البُق بالضبط. شكلها تحفة. اعملوها إن شاء الله وارجعوا قولوا لي يعني عجبتكم والّا لأ، وإن شاء الله أنا واثقة إن هي هتعجبكم بجد. شايفين شكلها عامل إزاي، عايزة أقول لكم إن هي كلّها طبقات كده من جوّه، وما شاء الله طعمها زي العسل. بصوا شاربة الشربات وعايزة أقول لكم إن هي مش مسكرة والله السكر بتاعها حلو أوي ويعني ومضبوط. شايفين من جوه كلها طبقات كده وهشة ولذيذة وانت بتاكليها ومقرمشة وتحفة. يعني بقلاوة سريعة وسهلة وسريعة كده يعني مش ما عملناش بدقيق ولا عملنا ولا عجنا ولا فردنا، عملناها في ثواني شوية بقلاوة كده يستاهلوا بقكم. بجد اعملوها عشان واثقة ان هي هيعجبكم والله. بصوا عاملة ازاي. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعي النهارده متنسوش تشتركوا في القناة ولايكات كتير على الفيديو بتاعنا النهارده. انا واثقة ان هو هيعجبكم ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو تاني جديد واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.